هاي القصة لشاب سوري استأمني إني أنقلها إلكم، وأنا راح أحكيها باسمه. أتمنى أنه تشاركوا هذا الفيديو على أوسع نطاق مشان يوصل الهدف والرسالة من هذا الفيديو لأوسع شريحة من الناس. أنا اسمي عمار، أنا عمري 30 سنة، شاب سوري متخرج من كلية الاقتصاد قسم المحاسبة، وعندي خبرة 4-5 سنوات في مجال دراستي. بعام 2016 سافرت خارج سوريا بعد ما خلصت دراستي. طبعا أنا سافرت مو لغرض أنه مثلا بدي أنفذ من الخدمة العسكرية، لأنه أنا أصلا وحيد لأهلي، ما عندي هاي المشكلة أبدا. وإنما سافرت حكيت بيني وبين حالي علني أو عل وعسى الدنيا تفتح لي إيديها وأتزنقل ويصير عندي مصاري وأصير يعني أعيش عيشة أحسن من العيشة اللي أنا عايشها ببلدي سوريا. وسافرت على تركيا. طبعا كانت وجهتي باتجاه أوروبا، لكن ما استطعت أني أعبر باتجاه أوروبا مع أني حاولت كثير. ضليت شي 4 شهور أحاول، ولكن ما استفدت وما وصلت لنتيجة، فاضطريت أني أرجع تركيا وأشتغل بإسطنبول. أنا خريج تجارة واقتصاد قسم المحاسبة، اشتغلت عامل لمدة سنة في أحد المعامل بتركيا. أكثر شغلة كانت تحس بنفسي هي أنه الأسطى التركي لا يعرف القراءة والكتابة أبدا، ومع هيك كان معلم علي. قول إنه هاي بلده، هو يعني بالنهاية السيادة له بلده. بس في شغلة كانت تغيظني أكثر من الأسطى التركي، إنه كان في شاب سوري هو مستلمنا عمره 14-15 سنة بيتأمر علينا. كنت أحسها كبيرة بحقي. بعد سنة من جلوسي في تركيا وصلت لنتيجة إنه هذا البلد ما هو بلدي، وما راح أستفيد شيء إذا ظليت بهذا البلد. وأصلا هذا البلد يعني لأهله وناسه يعني مو كويس، فكيف يعني بده يكون كويس لشخص مغترب ومهاجر بصفة غير رسمية؟ مستحيل يكون لي مستقبل بهذا البلد. وبما أنه أنا أوروبا ما استطعت أني أعبر باتجاه أوروبا، فأفضل خيار بالنسبة لي هو أني أرجع لبلدي سوريا. أكيد حضن الوطن راح يكون أدفى. وفعلا رجعت على بلدي، وفعلا مثل ما توقعت كانت الأمور أحسن واشتغلت. لكن يوم عن يوم، عن شهر، عن سنة، بلش حضن الوطن يصير أبرد أبرد أبرد، لحد ما يوم من الأيام صار متجمد. ما عاد في مجال إني أعيش فيه، وما عاد في مجال إني أبني مستقبل هون. فقررت إني أطالع فيزا وأسافر على الإمارات. وفعلا سافرت على الإمارات. حكيت بيني وبين حالي إنه الإمارات بلد عربي شقيق، أكيد تكون يعني كخيار للسفر أحسن من تركيا، وبالمحصل أحسن من بلدي. يعني هناك في شغل، يعني شو ما كان رح تشتغل. سافرت الإمارات، جلست أول 3 شهور لا شغلة ولا عملة، مع أني سعيت كثير. لكن مجرد يعرفك أنك سوري ما رح يشغلك. لحد ما يوم من الأيام حسيت أنه القدر ابتسم لي، ورحت قدمت على وظيفة بإحدى شركات الصرافة. وتفائلت كثير لأنه كان في شخص تاني متقدم معي على هاي الوظيفة، محاسب طبعا. هذا الشخص من غير جنسية، ما هو سوري، ولكن ما عنده شهادة بمجال المحاسبة ولا عنده خبرة. وأنا عندي شهادة وعندي خبرة وأنا شاطر بمجال عملي. فحكيت أنه الأولوية أكيد راح تصير إلي، أكيد أنا راح أتوظف وأخذ هاي الوظيفة. لكن كانت الصدمة أنه رفضوني لسبب واحد، هو أنه أنا سوري. فأنا بصراحة هون كرهت البلد. لكن ما فيني أرجع صفر اليدين على بلدي، ما فيني أرجع ولا فرنك. فاضطريت أني أشتغل عتال لمدة سنة بالإمارات، بحث المولات، خضرة وفواكه، لحتى أحسن أمشي حالي شوي. بعدها وصلت لنتيجة كمان أنه الطريق مسدود بهاي البلد، فقررت أني أسافر لألمانيا مرة ثانية وأجرب حظي، ولكن أسافر من غير طريق. وفعلا سافرت من طريق بيلاروسيا. صحيح أني شفت الموت بعيوني، وصحيح أنه تعذبت كثير على الطريق، لكن أنا الحمد لله وصلت لألمانيا وأموري صارت أحسن، وحطيت رجلي على أول درجة بسلم الحياة.
في شغلة واحدة هيك بعد ما جيت على ألمانيا خطرت ببالي سؤال. بما أنه إحنا العرب والمسلمين إحنا الدين الصحيح والدين الحق، ماشي، وألمانيا يعني يعتبروهم كفار، صح ولا لا؟ طب ليش الكفار عايشين أحسن منا؟ فكرت كثير بإجابة هذا السؤال، كثير فكرت بإجابة هذا السؤال، ووصلت لنتيجة بالنهاية. ليش الغرب عايش بأمان واستقرار أكثر بكثير من الدول العربية والإسلامية؟ والنتيجة هي على الشكل التالي: لأنه كفرنا أبشع ب1,000,000 مرة من كفر الغرب.